السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم إسلام. النهاردة نقدم تسريبات عن شركة سوني، سامسونج، أبل. متنساش تعمل لايك، سبسكرايب، وتصلي على النبي. شركة سوني بقى هترجع وهترجع بقوة، وخلاص هتعلن رسمي أو أعلنت أصلا رسمي عن يوم 11 مايو أن هتنزل الجيل الجديد آه، من تليفونها اكسبيريا 1 مارك 5. واخيرا هنستنى بقى محبي شركة سوني هيستنى. نخش بقى على شركة سامسونج. عندي تسريب لنظام الاندرويد بتاعها. هينزل في شهر 7 البيتا اللي هو الجديد اللي هو نيو اي 6، وان شاء الله هينزل رسمي في شهر 9 احتمال، وهينزل على كل الأجهزة في آخر السنة بتاعها، مش كلها يعني بنسبة 80% مثلا في آخر السنة بتاعت 20. وده يعتبر من أسرع النزول وأسرع حاجة شركة سامسونج بدأت تطور نفسها في الحتة دي، إن هي تنزل تحديثات بسرعة لأغلب الأجهزة. زي السنة دي برضو دي من أسرع الأجهزة، من أسرع السنين اللي كانت بتنزل فيها تحديثات وكده هو دي، واهتمت بالموضوع دوت. وعايش يا سامسونج. نخش بقى في شهر 7. شهر 7 الجاي خلاص رسميا هينزل فولدبل، اللي هو أصلا هينزل بدري. هتعلن رسمي عن فولد 5. للصراحة يعني هيكون في خيبة أمل كبيرة في الشكل، عشان مش هيغير كتير في الشكل. شركة سامسونج مغيرتش يعتبر كتير وممكن أصلا تتلخبط ما بينهم، ما بين الفولد 5 وفور. يعني تغييرات طفيفة يعني، محتاجة اللي يدقق يعني أوي. ايه بقى؟ طب التحديثات نزلت ايه او التغيير نزل في ايه؟ الفرق يعني التغيير هينزل في الهنج اللي هو المفصل، وده طبعا تغيير مهم ويعتبر من اهم حاجة في الجهاز ده اصلا. وهيكون من نوع ووتر دروب اللي هو موجود في بايند ان، اللي هو فعلا كويس جدا، بيخفي الفريز اللي هو الخط مكان التانية بتاع التليفون. هيخفيه إلى حد ما طبعا كبير. بصراحة سامسونج من أوائل الناس اللي طلعت الفولد، بس هي مش عارف مع مش يعني مش أحسن حاجة أو مش أقوى حاجة فهي في التطور بالنسبة للفريز دوت مؤخرا يعني الصراحة. بس هي كويس خلاص، عرفت غلطها وهتصلحها. طب ايه تاني؟ طبعا المفصل ده برضو من ميزاته ان هو ما بيعملش اللي هو جاب كده، اللي هو مثلا تقفل التليفون على بعضه كده بيبقى فيه فراغ ما بين في الشاشتين كده، ما بين الشاشتين لما يتنوا في فراغ كده، فبيدخل فيهم اتربه ومش بيبقى مقفول على بعضه قوي يعني، بيبقى من قدام مقفول ومن ورا فيه فتحه كده. المفصل ده ميزته ان هو بيقفل تماما، وطبعا هيرجع بالإيجاب على سمك التليفون هيبقى أقل، وبيقولوا هيبقى أخف في الوزن. نخش بقى على شركة أبل، اللي هو أصلا إعلانها الرسمي في شهر 6. هنرجع شوية، هيبقى في شهر 6 اللي هو WWDC. وأخيرا أخيرا أخيرا بعد معاناة بيقولوا في تسريبات كبيرة إن النضارة اللي سنين كنا عمالين نسمع عن تسريباتها هتنزل. آه، طب النضارة ديت هتشتغل ازاي؟ طبعا ما تقوليش بطاريات، لا قبل بقى لازم تخترع في الحوار ده. هي طبعا تشتغل ببطارية وكده، بس بتقولك ان عشان الجهاز هيبقى النضارة آسف، النضارة هتبقى تقيلة، فهي طبعا مش هتخليك، البطارية مش هتخليها في النضارة. طب هتعمل ايه؟ هتفضل متوصل بالسلك؟ لا، هتخلي البطارية في جيبك، وهيبقى في سلك من ورا كده هيطلع فيها وهتشتغل، واول ما البطاريه تفصل تغيرها ببطاريه تانية، وهكذا. بتقولك عشان تبقى اخف، وبيقولوا النضاره هتبقى خفيفه جدا يعني. وهم نشوف ابل دي بتخترع ايه ولا هتقنعنا. احنا بنقعد نتريق عليها وفي الاخر بتقنعنا في الاخر وكله بيمشي وراها. نخش بقى في الوحش اللي كله مستنيه، الايفون 15. الايفون 15 بقى كانوا مطلعين تسريبات، وانا طلعت وقلت تسريبات انه فيه هيبقى زرار هتتشال
والزرار اللي هو بتاع الهزاز هيتشال لا عادي، انسى بقى كل الكلام دوت. لا، شركة ابل قالت ان هو آه، بتاع حظر التسريبات، يعني بيقولوا ان هي مش حست ان مش هتبقى الكمية دي مش هتنزل، او مش اشتغلتش بكفاءة عالية، فأجلتها للجيل اللي جاي. هينزل بزراير عادي وكل حاجة طبيعية زي ما احنا متعودين. ده التغيير بس الوحيد اللي حصل، ان الزرار بتاع اللي هو بيعمل صامت وعام بقى مختلف شوية. ممكن هو ده التغيير بس، وده شكل الجهاز بعد ما شالوا منه الزرار. وممكن يكون مع الزرار اللي بيعلي الوات، اللي شكله هيتسمى في الآخر بقى اسمه أكشن مود، ويمكن ده لوحده وده لوحده. الزرار دوت بقى لسه برضه مش عارفين هي هتعمل ايه. ممكن تدوس عليه يشغل الكاميرا، ممكن تدوس عليه يشغل لك الجي بي اس. ممكن تتخصصوا، الله أعلم هي أصلا هتشغله ازاي، لسه هنشوف. ولو حسب التسريبات بيقولوا إن التليفون هيجي ببزل صغيرة جدا جدا، يمكن أقل بزل على تليفون. ده طبعا هيبقى على البرو والبرو ماكس، وكل التليفونات هتبقى بالفتحة اللي في الشاشة. ودي بقى من عندي تسريبات شركة جوجل. شركة جوجل دخلت هي كمان منافسة في الفولد، التليفونات اللي بتتفتح وتتقفل ده وبتتابع على بعض. نزلت دلوقتي النهاردة، اللي هو أنا مش عارف تليفون، يعني مش عارف الفيديو ده ينزل امتى. امبارح انا سجلت التسريب دوت، قال هي مبين يعني إن الصور بتاعته، وده الصور ده حقيقية، تسريب مسرب من الشركة ذات نفسها. وزي ما انت شايف في الأبعاد دي أنا شايفها كويسة. أنا بحب الأبعاد ديت، بحس إن هي زي التليفون أكتر. ومش بحب الأبعاد بتاع سامسونج، بحس إنها رفيع كده، بحس إن أنا مش هعرف أستعمل التليفون كتير وهو مقفول، لازم أنا أفتحه. وده ممكن أستعمله أحسن فترة طويلة، حتى ممكن اتفرج على فيديو أو استعمل الكيبورد. يعني بحس انه مستغل كده الشاشة اللي بره. وتاني حاجة بقى لما تيجي تفتح التليفون بتاع شركة جوجل، مختلف. في بيزل كبيرة فوق وتحت، اليمين والشمال. البيزل دي شبه موجودة في كله، بس الكبيرة فوق وتحت. طبعا الكاميرا موجودة في البيزل اللي فوق ديت. مش عارف شركة جوجل هي يعني مش عارفة تمكنت الحتة دي ولا ايه، بس التليفون برضو كويس والأبعاد دي كويسة. وطبعا من الظهر زي الشركات، يعني الكاميرات، رصة الكاميرات هتبقى موجودة زي شركة التانية، زي ما موجودة في أقصد الشكل بتاع التليفونات العادية. لو وصلت لحد هنا بشكرك جدا، و... وما تنساش بقى تصلي على النبي. سلام.